أنا أعتقد فتح العلاقات وتوجيه الدعوة للرئيس السوري في الجامعة العربية كان محاولة عبر دبلوماسية الزلزال ودبلوماسية الكوارث، بحيث أنه يتم الوقوف مع الشعب السوري وليس مع النظام السوري. ولكن اللي موجود في سوريا النظام المتغلب هو النظام اللي الآن موجود، فطبيعي أنك أنت تتعامل معه وأنك تعطي فرص. اللي شاهدناه الآن من بطء إجراءات، الآن اتضح أن هناك فريقين في الجانب السوري، فريق مع إيران وفريق مع روسيا. الجانب المتقلب الآن هو الفريق الإيراني. الفريق الإيراني يتميز بالانتشار بالميليشيات بصناعة المخدرات، وأيضا هذا الفريق الإيراني طبعا هو سوري ولكن مدعوم إيرانيا، هو الآن اللي بدأ الحقيقة يفرض نشاطه. وبالتالي القيادة السورية أعتقد في ورطة، يعني لا هي قادرة توفي بالتزاماتها ولا تستطيع الحقيقة أن توقف هذه الجبهة الإيرانية السورية أو الجناح الإيراني السوري. النقطة الثانية أيضا النظام في ورطة. النظام يتظاهر عليه محافظات لم تكن تتظاهر ضده في السابق، مثل محافظة السويدة وبعض المحافظات اللي شفناها. فوجود إرجاع 7 مليون لاجئ في الخارج عليه يشكل عليه عبء مالي في ظل الانهيار الاقتصادي الآن، ويشكل عليه عبء خدمي، ويشكل عليه الحقيقة عبء أمني. لذلك هو يريد أن يكون في الستاتس كو في هذه الوضعية، ولا يستطيع الحقيقة أن يقدم شيء. والآن النظام في ورطة، لكن المستفيد من هذا الستاتس كو، من هذا الوضع القائم، هو جناح إيران. نعم. جناح إيران تستفيد إيران، والمستفيد إيران لأن لها إطلالة على المتوسط وتواجه إسرائيل، وحزب الله أيضا يتحرك. النقطة الثالثة في الاستفادة الإيرانية، لها أوراق ضغط في الدول العربية. لهذا السبب الأمريكان نزلوا في الخط الفاصل في الحدود اللي على ألبو كمال، وسكروا الإيرانيين كرادور اللي يبدأ من طهران إلى ألبو كمال ويدخل. فأعتقد يعني النظام الآن انكشف، ليس لديه أنياب للقضاء على الجماعات المتمردة المدعومة إيرانيا.